السلام عليكم واهلا بكم مرة تانية في سلسلة اخطاء بتدمر موبايلك. والنهاردة هنتكلم على البطارية. ولو انت لسه اول مرة تشوفنا، الجزء اللي فات اتكلمنا عن الحماية والخصوصية، وهو مفيش مشكلة بتحصل في الموبايل اللي اكيد بنكون احنا سببها او بنكون نعرف ليها حل، لكن هو معظمنا بيكون غايب عنه بعض الحلول. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجات بتدمر بطاريتك، زي بتخليك تشحن اكتر من مرة، الشحن بيخلص منك بسرعة، وعادات خطأ في الشحن بنعملها بتكون هي السبب في تدمير بطارية الموبايل. تعال اما نشوف مع بعض. لكن لو لسه ما عملتش متابعة او ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عاوزة بس هقولها لك في الاول، الاعدادات دي بتختلف من موبايل للتاني، يعني حسب نوع الشركة او حسب الشركة اللي احنا هنشرح عليها. لو ما لقيتش الاعداد ده عندك سيب لي في كومنت وانا هجاوبك عليه. اول حاجة هنعملها هتضغط على الاتصال والمشاركة بالشكل ده كده، هتلاقي عندك حاجة تحت اسمها الطباعة. الطباعة دي هتضغط عليها بالشكل ده كده وهتعمل لها ايقاف، لان 90% بل تقريبا 100% ما بنستخدمش الطباعة على الموبايل. وعندك الاتصال السريع دي بتكون متفعلة، ودي الجهاز هي والطباعة في نفس الوقت. الجهاز بيقعد يبحث في الخلفية وبيستهلك طاقة، بيبحث عن الأجهزة القريبة منه وبيبحث عن الأجهزة اللي ممكن يوصل عليها الطباعة دي، وبكده هو بيكون بيستهلك طاقة وشحن من البطارية. والميزة التانية، تعالى هتجيب الاعدادات، ومن الاعدادات هتجيب الامان وحالة الطوارئ، هتلاقيها بالشكل ده كده، وهتيجي لتحت هتلاقي التنبيهات باجهزة تتبع. دي طبعا مش يعني زي ما حضراتكم شايفين، عشان تتفعل لازم تكون مفعل بلوتوث وحاجات زي كده، فاحنا هنعمل لها ايقاف. وهتيجي على حاجة تانية، هتلاقي تحديد الموقع الجغرافي في حالة الطوارئ، انا قافله اوريدي لان هو بيفضل يبحث عن الموقع طول الوقت، وده بيستهلك طاقة من البطارية، وده بيكون سبب في استهلاك البطارية. وعندك تنبيهات الطوارئ اللاسلكية انا قافلها برضو بالشكل اللي قدام حضرتك ده، عشان دي بتستهلك طاقة وما بنستفادش بالميزات دي كلها. وسجل تنبيهات الطوارئ دي لو انت مفعل التنبيهات بيجيلك سجل بالتنبيهات، وانت طبعا ما بتكونش حاسس بيه او ما بيعملكش ازعاج على الموبايل، لكن هو بيكون شغال في الخلفية وبيستهلك طاقة. وما تستهونش بأي ميزة من اللي أنا بشرحهم، الميزة مع ميزة كمان مع ميزة تانية مع ميزة تالتة، تلاقي نفسك بتستهلك البطارية، ودي حاجات كلها بتكون سبب نفاذ الشحن من البطارية. طب انت كنت تعرف ان من خلال الموقع كده، هنضغط على الموقع ده بالشكل ده كده، هتلاقي حاجة تحت اسمها التنبيهات عن الزلازل. طب انا اعمل ايه بالتنبيهات عن الزلازل؟ التنبيهات عن الزلازل دي لما بتكون متفعلة بالشكل ده، اكيد في خاصية توصلك بالمواقع والتنبيهات بيكون شغال، وده برضه بيستهلك طاقة. ودي كلها اسباب من اسباب تلف البطارية عندك، او اسباب ان الشحن نفسه بيخلص منك بسرعة. وعندك الحاجات التانية دي مشاركة الموقع الجغرافي على جوجل، لكن انا مش هتكلم عنها لان دي انت لو قفلتها، انا بشوف بعض الفيديوهات برضو بتتكلم عنها، ودي حاجة لا انا ما بفضلش ان حد يقفلها لاننا في الاخر هنحتاجها. وتعالى بقى ندخل على البطارية. البطارية عندك وضع البطارية هتضغط عليه بالشكل ده كده، الوضع المتوازن، وضع توفير الطاقة، ووضع توفير الطاقة الفائق، ووضع الاداء العالي. بص حضرتك، الوضع المتوازن يمكن أن تستمر البطارية 1 من الأيام و49 دقيقة. لو جيت على الوضع الأداء العالي هتقعد 23 ساعة. لو نزلت الوضع توفير الطاقة مش هتفرق كتير، 1 من الأيام و2 من الساعات مش هتفرق كتير. لكن أنا بقول لك ده وضع هتخش تختاره انت، طبعا أكيد هتلاقيه ديفولت عندك على وضع الأداء العالي. ووضع الأداء العالي ده مش بنحتاجه الا اذا انت حضرتك كنت جيمر، يعني مش هتحتاج وضع الاداء العالي ده الا اذا كنت جيمر. ومعنى جيمر مش ان انت تلعب جيم او اتنين على الموبايل وبعد كده تسيبه، لا، جيمر هتقعد تلعب على الموبايل طول المدة، وبكده يكون الخاصية دي نفسها بتساعدك او بتوفر معاك في نسبة شحن البطارية. هتيجي بقى تيجي على الموقع الاعدادات، طبعا ده كله احنا لسه في الاعدادات. واستخدام الموقع الجغرافي ده اللي فوق ده كده، انا ما بفضلش ان احنا نقفله. في فيديوهات كتير وشفت شورتس كتير بتتكلم ان احنا نقفله من البداية ونريح نفسنا، لكن الموقع ده صدقني بتحتاجه في حاجات ممكن تيجي وقتها لو انت بتمشي على الجي بي اس، او لو بتستخدم بعض البرامج اللي بتحتاج الموقع.
فدي لا، انا مش بفضل نعملها بالشكل اللي قدامك ده كده، لكن انا هسيب دي متفعلة كده بالشكل ده، وهضغط على البحث عن واي فاي والبحث عن اجهزة بلوتوث. يمكنك السماح للتطبيقات والخدمات بالبحث عن الأجهزة المجاورة في أي وقت حتى في حال إيقاف الواي فاي. ودي إيه بقى الميزة دي؟ الميزة دي لو أنت شايف هي بتبقى شغالة ديفولت بالشكل ده، أنا اللي بقفلها في الموبايل، لكن هي بتكون متفعلة. الميزة دي بتقعد تبحث عن شبكات واي فاي، حتى هو الجهاز نفسه اللي بيقولك حتى في حال إيقاف الواي فاي. ويمكن استخدام هذه البيانات لتحسين الميزات والخدمات المستندة إلى الموقع الجغرافي. يعني بيقعد يبحث عن الواي فاي في الخلفية حتى لو حضرتك قافل الواي فاي. ودي جزء من استهلاك البطارية. والبحث عن أجهزة تتضمن بلوتوث نفس الشكل ونفس السيستم اللي بيشتغل بيه الخاصية اللي أنا لسه شارحها، دي بتشتغل على البلوتوث بالشكل اللي قدام حضرتك ده كده. والخواص دي بتكون شغالة في الخلفية حتى لو حضرتك قافل الواي فاي والبلوتوث. والشركة نفسها اللي بتقول كده، مش انا اللي بقولك، هي الشركة نفسها اللي بتقول كده. يبقى انت لما توقف الميزات دي وفرت في استهلاك طاقة، لان الواي فاي والبلوتوث عشان بيكونوا شغالين بيبحثوا في خلفية الجهاز نفسه، فبيكونوا اكيد بيستهلكوا طاقة. وبكده تكون انت بتوفر طاقة. وزي ما انا قلت ما تستهونش بالحاجات اللي زي دي، ميزة مع التانية مع التالتة مع الرابعة بتلاقي نفسك موفر من 20 ل 30% من الميزات البسيطة اللي قدام حضرتك دي. وبكده انت بتكون بتحافظ على البطارية. لما توفر في نسبة الشحن بتكون بتحافظ على البطارية وبتحافظ على عدد دورات الشحن، لاننا كلنا عارفين. وخلينا بقى ناخد معلومة عن بطاريات الأجهزة الحديثة. المعلومة دي الأجهزة الحديثة بيكون ليها دورات شحن، وبعد كده عمر البطارية بيتلف. وفي الفيديو الجاي في أخطاء بتدمر موبايلك عن البطارية هنحكي عن حاجات بتعد دورات شحن وهمية، ودي بيكون سبب انه بيخليك تغير البطارية مش تستهلك الطاقة بس. انت بتكون انت سبب بايدك بحركة انت بتعملها، بمشكلة انت بتعملها وانت مش واخد بالك، ان البطارية عندك تعد دورات شحن اوريدي وانت ما بتشحنش. ودي كلها اخطاء احنا بنعملها. ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة عشان سلسلة اخطاء بتدمر موبايلك اكيد هتستفاد منها. وبكده نكون احنا شرحنا جزء من اخطاء بتدمر بطاريتك، مش كل الاجزاء ومش كل الاخطاء اللي بتدمر بطاريتك، لكن ده جزء من اخطاء بتدمر بطارية الموبايل. ولو لسه ما اشتركتش اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.